والله لن ينفعك صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي نوع من الأعمال إلا إذا صلح أمر الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاته، إن استقامت وصلحت نظر الله في باقي الأعمال، وإلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قسم لا يركع ولا يسجد، وهم كثير امتلأت بهم البيوت وانتشروا في الطرقات، تراهم في المجمعات وأوقات الصلوات يغدون ويروحون كأن الأمر لا يعنيهم. قسم آخر هم أيضا كثير، يقدمون ويؤخرون، ينامون ويتكاسلون، يلعبون ويلهون، إن استيقظ من نومه صلى، إن انتهى من لعبه صلى، إن انتهى من أكله وشربه صلى. تناسوا أن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تناسوا أن الله قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تناسوا أن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو أنك موظفا في شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات ودوامها يبدأ في 7 صباحا، فإذا بك في اليوم الأول تأتي بعد 20 دقيقة من مرور الوقت ويستقبلك الرئيس سيغض الطرف عنك، فإن جئته في اليوم الثاني سيخاطبك ويقول لك إن نظام المؤسسة ودوامها يبدأ في 7 لا في 7:30. ثم إذا تكرر منك التأخر ستعطى إنذارا شفهيا أو إنذارا خطيا. فإذا تكرر منك التخلف والتأخر فلا مكان لك في تلك المؤسسة. هذه مؤسسة وشركة من الشركات، فكيف بالذين يتأخرون عن طاعة رب الأرض والسماوات مرات ومرات؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فقسم لا يركع ولا يسجد، وقسم يقدم ويؤخر ويتهاول ويتكاسل، وهم كثير لا ينطلقون إلى المساجد إلا إذا سمعوا الإقامة أو انطلقت الصلاة بعد ركعة أو ركعتين. تناسوا أن الله قال: السابقون السابقون أولئك المقربون. قسم ثالث وهم قلة قليلة، وأنا أعني ما أقول، قلة قليلة مقارنة إلى تعداد هذه الأمة، أمة المليار أو ما يزيد. تريد تشهد هذه القلة؟ اشهدها في صلاة الفجر، اشهد صلاة الفجر مع الجماعة حتى ترى عجب العجاب. ترى أن آلاف مؤلفة بل ملايين تغط في سبات عميق، وقلة قليلة هي التي انتصرت على فرشها وعلى شهواتها وانطلقت تجيب منادي الله. ينطلق أذان الفجر في 7:04. اخرج إلى الشارع، اخرج حتى تعرف مقدار المأساة. فلا تكاد ترى سيارة تتحرك، لا تكاد ترى إنسان يسير، لا تكاد تسمع أصواتا في البيوت. ادخل المسجد ترى آباء وكبارا في السن وقلة قليلة من الشباب الذين هداهم الله، والبقية الباقية تغط في سبات عميق، والبقية الباقية تغط في سبات عميق. ثم اخرج بعد صلاة الفجر بساعة، ثم اخرج بعد صلاة الفجر بساعة وانظر إلى الناس قد ملأوا الطرقات والتقاطعات وانتشروا في مناكب الأرض يطلبون الدنيا، ما كأن الله قبلها بساعة ناداهم مناديه: الصلاة خير من النوم. وواقع حال كثير من الناس يقول النوم خير من الصلاة. أسألك بالله العظيم
أين صليت الفجر اليوم؟ في صفوف المصلين أم اتصفت بصفات المنافقين؟ أليس أثقل الصلوات عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء؟ أليست هذه الأمة قد اتصفت بالنفاق في مشارق الأرض ومغاربها؟ تريد تعرف مقدار المأساة؟ اسمع بارك الله فيك. زرت ثانوية من الثانويات منذ أيام مضت، وبعد أخذ وعطاء تعداد المدرسة أكثر من 800 طالب في ريعان الشباب، أعمارهم تجاوزت 18 و19 و20 عاما، رجال المفترض أنهم يغيروا الواقع، أنهم يبدلوا الحال. سألتهم بعد أخذ وعطاء أصدقوني في سؤالي هذا: من منكم صلى الفجر في جماعة؟ كم تظن؟ من 800 100 200 أم 3 أم 400؟ والله الذي لا إله إلا هو لم يتجاوز العدد 20. لم يتجاوز عدد الذين صلوا الفجر في جماعة من أبناء المسلمين في مدرسة تعدادها 800 طالب، 20 طالبا فقط، و780 بيت من بيوت المسلمين اتصفت بالنفاق. كيف يتغير الواقع؟ كيف يتبدل الحال؟ وأمتنا ضيعت الصلوات. لما تنزل قول الله جل في علاه على النبي صلى الله عليه وسلم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، يقول: يا جبريل تضيع أمتي الصلاة؟ يا جبريل تضيع أمتي الصلاة؟ قال: يا محمد يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل. فضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات. كيف يستقيم الحال؟ وكيف يتربى المجتمع على الفضيلة إن لم يحافظ على الصلوات؟ أليست الصلاة هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات؟ أليست الصلاة هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات؟ يكفينا أمرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله. أما يكفيك أن الله افترضها فوق السماوات؟ أما يكفيك أن تعلم من قدر الصلاة وعظم شأنها عند الله أنها فرضت فوق 7 سماوات وهو بالأفق الأعلى؟ إذ دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. أمره ب50 صلاة فلا زال يخفف عنا حتى جعلت 5 صلوات بأجر 50. 5 صلوات بأجر 50. الصلاة نور. كيف تستطيع أن تسير في الظلمات؟ كثير يتخبطون، كثير يشتكون من الهموم والغموم. علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين. مآسي الشباب في كل مكان، وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن، انضبطوا في صفوف المصلين. التقيت 3 من الشباب على إحدى الطرق الشمالية في ساعة متأخرة من الليل. توقف، ركب الثلاثة. قلت: أين تريدون؟ قالوا: نريد الدمام. دار بيني وبينهم هذا الحديث. قلت: ماذا تريدون من هناك؟ قالوا: نبحث عن وظائف. ولا عيب أن الإنسان يسعى في طلب رزقه، لكن عيب كل العيب تخرجنا الدنيا ولا نخرج لأوامر الله جل في علاه. نخرج لقضاء حوائجنا ولأكلنا وشربنا، ومنادي الله ينادينا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فنتهاون في الاستجابة لنداء الله. قلت:
ماذا تريدون من هنا؟